ضل شوي على المعسكر يا مروان. إذا سمح لك أوندير يصطفل. أنا قلت لك إنه أنا ما بعصي الأوامر. ضل شوي ورح تفهمي منيح شو اللي عملتيه. شو عم يصير؟ أوصوا عليهم. أوصوا لك. أوصوا لا توقفوا. هرب بسرعة، هدول ما رح يتركونا نعيش. عم يهربوا. أوصون لا توقفوا. أوصوا. انتوا اثنيناتكم ضلوا عم تقوصوا، لا توقفوا. هربوا. لك هربوا. سوف الحقوك. لك هربوا. يلا لا توقفوا لك هربوا، أبداً. لا تتركوهم يروحوا. بدك تفوت انت مروان؟ يلا تراجعوا، يلا ياسمين. يلا تراجعوا. مروان لا تتحرك. لازم الحقهم وما اتركهم يهربوا مني، والا اولدير رح يقوم الدنيا على راسي. يلا تحركوا. حاضر. وقفوا عنكم. استاذ ايمن، قولوا لي انتم مناح؟ ايه مناح. اجيت بوقتك تمام أيمن. الحمد لله. استعجلوا، لازم نكشف على الجرح فورا. بسرعة. وقفوا. انتبهوا. انتوا روحوا. يلا شوف، يلا. خذوا من هون بسرعة. استسلموا. ارموا اسلحتكم. سلموا حالكم. استسلمنا. الله يلعنكم. اجمعوا لي الاسلحه فورا. بهدلنا كلنا. العمى شو غبي. الله يلعنه. انتوا انتهيتوا لك. انتوا انتهيتوا. حتى اذا بتروحوا على جهنم راح امسككم واقتلكم. شو رح يصير هلا؟ سوسن ورجعنا وقعوا بايد العسكر. كله بسبب هذا المجنون. شو عم تحكوا لك؟ ها؟ شو عم تحكوا؟ ها؟ جاوبني منك الاولى. بسببكم انتوا ضيعتها لياسمين، فهمتوا؟ بسببكم انتوا ضيعتها.
وقف. بدي احكي مع سليمان. بهذا الوقت ما فيك تحكي مع حدا. قلت لك وقف. شو بدك مني؟ امي كانت عندك. بس مو بعد هلأ. أمك تحولت لملاك، وأنت إذا رحت لبيتك بيكون أحسن. انا بعرف ان عندك، وما بروح لمكان بدون ابدا. إيه كتير منيح. عود وانتظر ليطلع الصبح. امي وينها؟ ليك اسمعني أحسن لك، كرمال سلامة ولادك روح على بيتك وارتاح بفرشتك. أنا ما بعرف أمك وينها. ما فيك تخدعني، انا بعرف عندك، ولو شو ما كان الثمن رح اخذها منك. طارق تعال هون. زيدان انت شو عم تعمل هون؟ طارق، أنا أجيت كرمالك. ليش؟ لك بعرف إنه خالتي سناء بين إيدين هدول الجماعة، أنا ممكن ساعدك. أنا كمان صار في معي رجال يا طارق. زيدان انا بعرف كل اللي عملته كرمالي، وانا مديون لإلك، بس ما في داعي اني تعبكم اكثر من هيك. رح حل الموضوع بطريقه قانونيه. طارق ما فيك تحلى يا طارق، مو مبين لحد هلا إمتى رح ترجع لوظيفتك. لك طارق أنت ما بتعرفون لهدول. بعرفهم، بس رح الاقي طريقه يا زيدان. طارق تمام، أنت اعمل اللي بريحك، بس أنا رح لاقيها كرمالك، أنت رح لاقيها. بس إذا أنت تراجعت وغيرت رأيك بكل القصة بتلاقيني بمحلي القديم، أنا بالكوخ المهجور، أو بتلاقيني على تردد اللاسلكي. لا تتردد أبدا، أنت بس خبرني. طارق انتبه لحالك. أبي قتله رئيس قسم مكافحة الإرهاب. بالأول يلي اسمه مروان حاول يقتله، بس ما قدر، فأنا يلي تصوبت. فكرنا التنظيم رح يقتله، بعدين طلع لنا حزب الحزام تفضل بالنص. سيدي. بس الموضوع مو مثل ما فكرنا. هلا سليمان شفت يلي قتله سيدي. وقعوا بابا بالفخ. حزب الحزام تمام. والتنظيم رح نهتم وسليمان بالموضوع. كلهم كانوا عم يشتغلوا ايد وحده. مثل ما قلت لكم، يلي قتلوه لبابا هن قسم مكافحة الإرهاب. ايه هي وحدة ست، ضروري كتير ومستعجلة كتير. ايه من شان الباسبور. مساء البارحة ابنة المغدور الراهب ميخائيل أدلت باعترافات هزة البلد، ومنها الآتي. حنان، انت شو عملتي؟ الله لا يعطيك العافية، رح يقتلوها لهي، رح يقتلوها. حنان هدول عندك وعندك بردقان. عبدو أنا طلبت منك خيار عبدو، يا ريت تاخذ الخيار وتعمل منه سلطة. ايه رح اعمل. آخ يا عبدو، أنا نفسي طالبة البطيخ. بطيخ فورا. بطيخ. ما عاد بدي بطيخ، خلص لك راحت. شو بدك؟ لك مو على اساس بدك بطيخ؟ راحت، قلت لك راحت. طيب رح اجيب لك عوجة. لك عبدو. آسفة عبدو، بس هلا كمان طالبة البطيخ. بطيخ تمام. وكمان من أي بطيخ؟ لك بطيخ شو بدك؟ لك أنا من وين بدي لاقي لك بطيخ هلا؟ روح لآخر الدنيا يعني. لا خلص، أهم شي تجيب لي هلا كم حبة صبارة. صبارة عبدو يا ربي دخيلك انت صبرني. عبدو يا ربي مدري شو على بالي. عبدو وقف. تعا نفسي طالبة الفريز. لا تجيب لي فريز، خلص جيب لي فريز احمر وحامض. بدي فريز حبته صغيرة وما يكون مستوي كتير. يلا عبدو روح جيب لي فريز، الله يحن عليك. وحامض فريز. عبدو وقف لا تروح. اناناس بدي اناناس. الله اناناس. عبدو وقف. انت احسن شيء جيب لي الخضرجي لهون عبدو. عبدو انت انتهيت. بدها الخضرجي يا ربي. استني رح اجيب لك المحل كله. يا عبدو لك مو كان بدك ولد؟ خود لشوف هي ولد.